محمد رضا في أنا وحماتي والأسد آمال شريف. والآن أيها السادة، حان موعدنا مع أقوى فقرة يقدمها السيرك العالمي. رجل واحد يواجه وحوش الغابات المفترسة وبلا أي سلاح سوى شجاعته التي ليس لها نظير. لحظات أيها السادة فيظهر أمامكم قاهر الوحوش، المدرب العالمي رجب الوحش، بعد عودته من أوروبا وأمريكا حيث أبهر العالم بشجاعته النادرة. أيها السادة والسيدات، ها هو رجب الوحش. رجب الوحش، الرجل الذي تنحني له الأسود والنمور خوفا ورهبة. رجب الوحش، طرزان الشرق. رجب الوحش، الرجل الذي حاولوا شراءه في أوروبا وأمريكا ب1,000,000 دولار. ها هو رجب الوحش أيها السادة، يتقدم الطقس الوحوش في كل جرأة وثبات وكأنه رايح يقابل حد من أصدقائه. ها هو يفتح القفص ويدخل ثم يقفل الباب وراه. احبسوا أنفسكم أيها السادة، الآن تبدأ لعبة الموت. انظروا أيها السادة، هل رأى واحد منكم من قبل هذا المشهد الرائع؟ الوحوش الضارية تقف على ذيولها وهي ترفع أيديها بالتحية في رعب وذلة للبطل رجب الوحش. احبسوا أنفاسكم أيها السادة وانظروا جيدا، إنها لعبة حقيقية وليست وهما من الأوهام أو حلما من الأحلام. احبسوا أنفاسكم أيها السادة. بص يا بوسينة، بص هيعمل ايه؟ رايح للأسد الكبير. يا خبر، الأسد وقف على رجليه، هيضرب رجب بإيديه. استرها يا رب. شايفة يا لوزة؟ مش معقول، شفت الأسد عمل ايه؟ ضرب تعظيم سلام لرجب وقعد قدامه كأنه تلميذ بليد في الفصل. ده جريء جدا، مش ممكن يكون بني آدم عادي. اسمه رجب الوحش وهو وحش فعلا. بيقولوا وهو صغير رضع من لبن السبع وأكل قلب نمر. خلي بالك هيعمل ايه؟ ده مسك الأسد من شعر راسه، لوى شعر الأسد على ايده اليمين وفتح بقه بإيده الشمال. شايفة أنيابه مرعبة. مش ممكن، ده دخل دماغه كلها في بق الأسد وسايب ايديه. الحقيني يا لوزة، أعصابي مش قادرة أشوف المنظر. خلاص يا بوسينة، انتهت اللعبة. كابتن رجب، كابتن رجب لو سمحت. أفندم. أنا صحفية في مجلة البطل الرياضية ومهتمة جدا بفنون السيرك وخاصة تدريب الوحوش. ممكن أخد من وقتك دقيقتين؟ ما عنديش مانع. من فضلك يا كابتن رجب. أفندم. الولاد عايزين يتصوروا مع البطل الكبير قاهر الوحوش رجب الوحش. ما عنديش مانع، صور. متشكر جدا يا بطل. امضيلي في الاوتوجراف يا كابتن رجب من فضلك. ما عنديش مانع، اتفضل. ألف شكر. أيوة يا أستاذة، أنا تحت أمرك، ولو إني ما بعملش أحاديث كتير مع الصحافة. متشكرة جدا يا كابتن. لو سمحت يا كابتن رجب. أفندم. اسمح لي أقدم لك نفسي. أنا حسني حسين حسن، المخرج السينمائي. تشرفنا يا أستاذ حسني. أنا عندي لك دور في فيلم الجديد، وده عقد على بياض. اكتب المبلغ اللي يعجبك. ما عنديش مانع، بس لو سمحت اديني فرصة أفكر. ده الكارت بتاعي، لحظة ما تقرر اتصل بيا على طول. ما عنديش مانع، مع السلامة. واضح إن معجبينك كتير جدا يا كابتن رجب. ده من فضل ربنا عليا. دلوقتي حضرتك تقدري تسألي. أولا يا كابتن رجب، يا كابتن رجب، انت فين يا كابتن رجب؟ ده انا دورت عليك في السيرك كله بعد العرض الرائع اللي حضرتك قدمته ليلادي مع الوحوش المفترسة. متشكر. انا عبدو الزكي، مخرج الاعلانات المشهور. اكيد سعادتك بتشوف الاعلانات اللي انا بعملها في التلفزيون. الحقيقة لا، الكدب خيبة. ليه يا بطل؟ لاني ما بشوفش تلفزيون خالص. ظريف خالص يا كابتن والله. اي خدمة؟ شوف يا سيدي، انا جاي لك وفي رجليا الخير، كل الخير. خير ان شاء الله. انا بعمل اعلان عن نوع جديد من انواع الكولونيا. أي. وبقالي شهر بدور على فكرة جديدة للاعلان.
الليلة دي بس وأنا بتفرج على العرض المذهل اللي جنابك بتقدمه مع الأسود والنمور تفتقت عبقريتي عن فكرة الإعلان. وبعد ما تفتقت عبقريتك وصلت لإيه؟ شوف يا بطل، أنا هصورك وانت داخل على قفص الأسود. أول ما الأسود هتشوفك هتثور، هتزقر وتستعد للهجوم عليك. تروح انت مطلع إزازة الكولونيا، هتروح باخخ بختين، فشت هتهدى الوحوش وتيجي تقعد في حجرك في منتهى الهدوء، والبنت المغنية تغني وراك وتقول بخة واحدة لا اديها بختين، رجب اداها زقة اديها زقتين، بخة واحدة لا اديها بختين. وبعدين اعكمك القرشين الحلوين وسلم لي على الاسد. ايه رأيك يا بطل؟ استاذ عبده يا زكي. تحت امرك يا بطل. انت ما عمركش قابلت اسد وجها لوجه؟ يا خبر اسود، ولا عمري هقابله. هو انا مستغني عن عمري؟ شوف بقى، ان ما مشيتش من قدامي حالا هخليك تنال شرف مقابلة الاسد وتبقى انت وهو في قفص واحد. انت بتقول ايه يا كابتن رجب؟ اللي سمعته يا زكي. مع السلامة. طب نتفاهم يا سجاع. ايوه يا كابتن. افتح لي قفص الاسد. خلاص يا كابتن، ما تزعلش نفسك. انا بقول نخليها بخة واحدة بلاش بختين. افتح القفص يا سجاع. ما تفتحوش يا سجاع على اذنك. ناس تخاف ما تختشيش. تحت امرك يا استاذة، اتفضلي اسألي. الساعة بقت 1 بعد نص الليل يا ماما، مش هتقومي تنامي بقى؟ والله ما هيجيلي نوم ولا يهدالي سر غير لما يرجع واشوف لي صرفة معاه. يا ماما النهار له عينين. النهار له عينين يا حبيبتي، لكن رجب جوزك مالوش ولا عين، ما بيشوفش من اصله، واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. لكن انا وراه والزمن طويل لما اشوف انا ولا السبوعه بتاعته. كل ده يا ماما عشان ما جابلكيش فرو الاسد تعمليه بلطو وشعر راسه اعمل منه باروكه صفرة. هو ده شرطي الاساسي علشان ترجعي تعيشي معاه تاني، والا مش هتخرجي من بيت ابوكي. ما هو قالك يا ماما لما اي اسد في السيرك يموت هيسلخه ويجيب لك الفرو بتاعه. بقاله 2 سنين بيقول لي الكلام ده يا حبيبتي. قال عشمني بالاسد خرمت انا وداني. يعني عايزاه يعمل لك ايه؟ يموت اسد ويجيب لك فروته وشعر راسه اعمله باروكه. يا ماما الاسود دي عهده عليه، واي اسد هينقص منها هيدفعوه ثمنه. ده كلام بيضحك بيه عليا يا عبيطه. لو كان عايز يجيب لي كان اتصرف وجاب. ان شاء الله حتى لو ضحك على اي اسد وسلخه وهو حي وحلق له شعره. يحلق له ازاي بقى يا ماما؟ وفيها ايه دي يا حبيبتي؟ ده حتى الجو حر اليومين دول ومحدش طايق شعره. بس جوزك اللي طول عمره قارش ملحتي ده انا ما صدقت انه وقع في ايديا. رجوعك ليه كوم والفرو كوم تاني، اما اشوف انا ولا هو. ده رجب طيب وبيحبك يا ماما. بيحبني؟ حبه فيل وزنه تقيل يا حبيبتي. ده انا بصحي جابر جوز اختك من عز النوم واقول له عايزه لبن العصفور. حبيبي ينزل ويقب ويغطس جايب لي صفيحتين منه، ربنا يخليه. هو حد خاب في جوازة بنته قدي؟ بقى حتة فرو أسد وشعر راسه بيبخل بيهم عليا؟ طب يلا قومي نامي دلوقتي، واما يجي هكلمه. والله ما اتعتع من مكاني غير لما يجي اغسله وانشره على ايديا. بس هو يجي. ايه الدوشة دي يا سجاع؟ الأسود والنمور غضبانة يا كابتن راجب. وايه اللي مزعلها؟ مش عاجبها لحمة الجمعية. وما جبتلهمش لحمة طازة ليه؟ أنا رحت الشفخانة ما لقيتش فيها لا حصان ولا حمار واحد حتى. طب ناولني الكرباج. هتعمل ايه يا كابتن؟ أنا ما عنديش أسود تمشي رأيها عليا ولا النمور تغضب على الأكل. هما فاكرين نفسهم فين؟ في الغابة؟ الكرباج اهو يا كابتن. ده ايه؟ غضبانين على الاكل ليه؟ اللي مش هياكل هحرمه من الاكل 3 ايام، فاهمين؟ مش عايز اسمع صوت، كله ياكل من سكات. يا سلام عليك يا كابتن،
بياكلوا دلوقتي زي الايتام، بقوا زي القطط. خوف بالعين يا سجاع، وحوش تخاف ما تختشيش. صدق اللي سماك رجب الوحش. ياه، الساعة بقت 2 بعد نص الليل. ايه والله، تصبح على خير يا سجاع. وانت من اهله يا كابتن، مع الف سلامة. رجب. مين؟ أنا شهيرة. وطي صوتك، كويس إن اديتك مفتاح شقة بابا. حرام عليك يا شهيرة، خضتيني. واقفة في الضلمة كده ليه؟ وطي صوتك لماما تسمعك. أنا ما صدقت إنها نامت على الكرسي. طب يلا بينا نهرب على شقتنا. يلا. على فين انت وهي؟ مين؟ حماتي. مساء الفل يا حماتي. فل؟ هيجي منين الفل يا غراب البين؟ اللهم طولك يا روح. نعم، بتقول ايه يا سبع البرمبة؟ انا بقول ازيك يا حماتي، وحشتيني. وحش لما يلهفك من مشاط رجليك. شهيرة، يلا بينا نرجع بيتنا. استنى عندك. ايه يا اخويا، هي وكالة من غير بواب ولا لوكاندا في الحسين؟ ولزومه ايه الكلام ده بس يا حماتي؟ انا جاي من السيرك تعبان. مش قبل ما تصفي حسابك معايا؟ وانا كان بيني وبينك حساب؟ حسابة وكتابة وخيبة بالويبة. الفلوس اللي انت عايزاها اطلبيها يا حماتي، انا تحت امرك من جنيه لقلب. ايوه يا اخويا، استعبط وخش في جيبي خش. انت فاكرني ايه، قطه من القطط اللي بتدربها؟ ده انا سكينه، واللي ما يشتري يتفرج النهارده ويشتري بكره. قطط ايه يا حماتي؟ قلتلك 100 مرة أنا بدرب أسود ونمور مش قطط. أسود ونمور، قطط وكلاب، أهو كله محصل بعضه. بقولك إيه، خلينا في المفيد. يا ماما مش كده. أمال إزاي يا حبة عين أمك؟ رجب ما ذنبوش حاجة. اطلعي أنت منها وسيبيني أنا مني له. ما تسيبنيش يا شهيرة، أحسن الظاهر إن اللي دي إنك إيه يا جوز بنتي؟ ما تنطق يا وحش الوحوش. لا ولا حاجة، ده أنا بهزر معاك يا حماتي. أيوة كده، اصحى فوق واعرف مين اللي بيتكلمك. يا ماما أرجوكي. إيه يا أختي، لسه هتدافع عنه؟ مش جوزي يا ماما. أيوة مش جوزها يا ماما، جوز الندامة والصدامة. وبعدين بقى معلش يا رجب، اتحملها عشان خاطري. اللهم طولك يا روح. يطولها ولا يقصرها؟ ما تتكلم يا اخويا، ان كان في نفسك حاجه قولها يا قليل الحيله. يعني كل الرعب والارهاب ده عشان ما جبتلكيش فروه الاسد وشعر راسه اعمله باروكه صفرة. اسمع، فرح رتيبه بنت اختي الاسبوع اللي جاي، ولازما حتما اتأمع بالباروكه الصفرة وفرو الاسد في فرحها. يا كده يا مش هتشوف مراتك تاني على جثتي. هي قلت ايه؟ قلت الرحمه من عندك يا رب. إذا كنت أنت يا مروض الوحوش ما أنتش قادر عليها، أمال أنا أعمل إيه اللي معاشرها 30 سنة في قفص واحد؟ وأنا ذنبي إيه يا حماية؟ هي كانت مراتي ولا مراتك يا عم عبد الصبور؟ يا ابني المثل بيقول اصبر على جار السو، يا يرحل يا تجيله شوطة. والشوطة دي هتيجي إمتى بس؟ بقالي 30 سنة مستنيها. اصبر، فات الكتير ما بقاش الا القليل، واللي جاي مش اكتر من اللي فات. النهارده دنيا وبكره اخره. واخرتها ايه بس؟ انا خلاص فاض بيا الكيل وزاد. مصائب قوم عند قوم فوائد. ايوه، ما انا اللي بنكوب نارها اليومين دول. نسيتك انت وافتكرتني انا. اشوف لي يومين من نفسي؟ انت لسه ما شاء الله صحتك كويسه وعال وتقدر تتحمل. اتحمل ايه ولا ايه يا حمايه؟ دي عمرها الافتراضي انتهى ولسه عاوزه تحط على راسها باروكه صفرة من شعر الاسد. هم الستات كده ما يعترفوش ابدا بسنهم. تبقى الواحده عندها 60 سنه واسنانها وقعت وتقول لك انا ما كملتش 20، وديني الملاهي اركب المراجيح. مراجيح؟ حصلت معايا الشهر اللي فات وحياتك. ولاد سعاد بنتها
قالوا لي عايزين نركب المراجيح يا جدو. خدناهم ورحنا الملاهي. وحياتك الولاد الصغيرين ما تمرجحوا غير 10 دقايق، يمكن حتى ما حصلوش 10 دقايق، وهي اللي على رأي المثل توعى على تحت البحر ما نزلتش من على المرجيحة إلا ببوليس النجدة. ياه، ده انت حكايتك حكاية يا رجب. اعمل ايه يا بندق اخويا؟ حماتي دي تقول لي الخرتيت قوم وانا اقعد مطرحك. طيب قوم ريح جتتك شوية والصباح رواح. ده انت بقالك يومين ما نمتش، والوحوش لو حست انك ضعيف وتعبان وهفتان مش هترحمك اخويا. انا ما تهمنيش الوحوش، كل اللي بفكر فيه دلوقتي اخلص من حماتي دي ازاي. انت عايز تخلص منها؟ انا مستعد ابيع نص عمري واخلص منها واتمتع بالنص التاني. طب اسمع، انا عندي فكرة. الله يسترك، الحقني بيها. هي مش عايزة فروة الاسد وشعر راسه تعمله باروكة صفرة تتأمع بيها في فرح رتيبة بنت اختها؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من ماما يا رجب، ده انا ما صدقت انها رضيت عنك ووافقت ارجع معاك البيت. دي في عينيا الاتنين يا شهيرة. يلا يا حماتي، يلا قبل الاسود ما تصحى من النوم. خلاص يا جوز بنتي انا جاهزه، بس اعمل حسابك مش هتعتع من شقتك دي غير لما نول مراضي. حاضر يا حماتي. هتعمل ايه يا رجب؟ ما قلتلك يا شهيرة، اخليها تختار الاسد اللي يعجبها، وبالليل في العرض هعمل انه كان عاوز يفترسني واقوم ضربه بالرصاص واسلخه واجيب لها الفروه بتاعته. وشعر راسه عشان اعمله باروكه صفرا. وشعر راسه تعمليه باروكه صفرا. فاكر يا حماتي، فاكر؟ مش طب ناسي. يلا بينا يا حبيبي. ايه ده يا ماما؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ فستان جديد ماله وحش؟ ده هو ده المطلوب، ده فستان في منتهى الشياكه. شياكة ايه بس يا رجب؟ ده لونه يشبه للون الحمار الوحش المخطط. الموضة يا شهيرة. يا اختي عليك يا جوز بنتي، اول مرة اعرف انك بتفهم في الموضة. وشعرك يا ماما؟ ماله يا حبيبتي شعري؟ بصي عامله دي للحصان، دفعه فيه الشيء الفلاني للكوافير. يلا يا حماتي، يلا مفيش وقت، يلا. باي 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 يا شهيرة يا حبيبتي، باي باي. هختار الاسد اللي هنسلخه وارجع لك على طول. ادي فصل اسود اهي يا حماتي. اختاري بقى الاسد اللي يعجبك. ايه رايك بقى في الاسد ده اهو؟ استنى كده لما اقرب منه شويه. قربي براحتك، وعين البضاعه على اقل من مهل. اختي ايه ده؟ هو ماله بيبص لي كده ليه ويحمر لي عينيه؟ جت وكسه اسد. بس ايه رايك في فروته؟ فروته والله مش بطاله، لكن شعره بقى شعره اللي يجنن. ياي مش محتاج اي صبغه. يا اختي عليا كده وانا لابسه الباروكه الصفراء في فرح رتيبه بنت اختي. يا اختي والله البلطو يا حماتي، هتبقي ملكه جمال الفرح كله. يا اختي ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي. ويخليكي ليا يا حماتي يا مهنياني. مدي ايدك كده. مدي وشوفي فروته كده. طب بقول لك ايه يا راجب؟ ما يخربشنيش يا اخويا. لا ابدا. ده اسد طيب قوي ده متربي وبيفهم في الاتاكيد. ايه ده؟ يلا قربي. طيب استنى بس. ايوه قربي شويه كمان. قربي. يا لهوي ده القفص مفتوح يا راجب. يا نهار اسود يا حماتي، ايه اللي دخلك جوه القفص؟ الحقني الاسد شدني يا راجب. يا سجاع الحق يا سجاع، الحقونا يا اخوانا الحقونا. اما والله دي حكايه. ايه الحكايه؟ انت بتضحك يا بندق؟ ما ضحكتش على النكته دي، امال اضحك على ايه؟ ما هي شرطك المهببه. المهم وبعدين كمل. سهتها وفتحت قفص الاسود
وزقتها جواه من غير ما تاخد بالها. وعديك على اللي حصل. ايه حصل ايه؟ طلع اسد عيل. اول ما شافها خدله في اسنانه وساب لها القفص وجاري على بره وفص ملح وداب. يا خبر ملوش لون. ايه وبعدين؟ ربنا ستر، قفلنا كل ابواب السرك وقلبنا السرك عليه وطيه اننا نلاقي له اثر مفيش فايده. وفين لما لقيناه مستخبي في دورة النار. من حضرته. هعمل ايه بقى يا بندق؟ حتى الاسد ما طقش يقعد معاها في قفص واحد. اديني عقلك بقى. تعرف يا بندق، انا مش عارف اتحملها ازاي بعد كده. انا ما صدقت اخلص شهيرة من مخالبها وترجع شقتنا. كل اللي اقدر اقوله لك الله يكون في عونك وعون امثالك. لكن ما قلتليش هي عملت ايه بعد كده؟ هي ما تفكرنيش يا بندق. ايه عملت ايه؟ خرجت من السرك وراسها وألف سيف تعمل للأسد طابور ذنب عشان يبقى عبرة لبقية الأسود. وفوق كده عاقبتني وقررت إنها تيجي تعيش معانا في شقتنا على طول عشان أبقى عبرة لبقية الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اسمع رجب، أنا عندي فكرة تانية. زي الأولانية برضه؟ المرة دي بقى أنقح من الأولانية. الظاهر إنه مش هينفع معاها لا أولانية ولا تانية، دي عايزة قنبلة ذرية. اسمعني بس يا رجب. يا مصيبتي، ايه اللي انت جايبه البيت ده يا رجب؟ ده نمر صغير يا شهيرة، مسكين هربيه عندنا هنا. انت جرى لعقلك حاجة؟ هتربي لي نمر في البيت يا رجب؟ اهو يسلينا ويملى علينا البيت يا شهيرة، ما احنا ما عندناش عيال. يعني بدل ما نربي عيل نربي نمر يا رجب؟ اصلك مش واخدة بالك. من ايه يا جوزي؟ ما هو انت مش فاهمة. ومش عايزة افهم. على اخر الزمن اعيش مع نمر متوحش في بيت واحد؟ يا شهيرة فهميني، اصل امه ماتت بعد ما ولدته ومفيش ولا نمرة من اللي في السرك رضيت تتبناه، فكان لازم اجيبه هنا لحد ما يكبر وبعدين ارجعه السرك تاني. اسمع يا رجب، هي كلمة واحدة ومفيش غيرها، يا انا يا النمر ده في البيت، وانت حر بقى. استهدي بالله يا شهيرة، ده انا بعمل عمل انساني. تبقى تنساني وتشوف لك واحدة غيري ترضى تعيش معاك مع النمر بتاعك ده. انا لا يمكن اتحمله يوم واحد. امال انا متحمل امك ازاي؟ امها، انت لسه ليك عين تجيب سيره امها بعد اللي عملته يا مدرب القطط؟ انت جيت يا حماتي؟ جيت يا سبع البرومبا. الحقيني يا ماما، شوفي رجب جايب لنا ايه. ايه يا اختي؟ نمر متوحش يا ماما، جايبه يربيه في البيت. نمر؟ هو فين ده النمر ده؟ اللي قدامك يا ماما ده. يخيبك راجل، هو ده النمر اللي جبته؟ ايوه هو ده النمر، وهيعيش معانا هنا في الشقة وهينام في الصالة مكان ما بتنامي، واذا كان عاجبك يا حماتي عندك اعتراض؟ لا يا اخويا ما عنديش. هو بقى من ناحية عاجبني بس بقول يعني مش كنت تجيب نمر عليه العين كبير شوية وعليه القيمة؟ وبعدين يا راجل؟ يا كان ليها قبلين، لما هيبقى لها بعدين يا بندق. ايه مش الفكرة الجديدة جابت نتيجة؟ مع مين؟ مع حماتك طبعا. ده انت على نياتك اوي يا بندق. لا الظاهر بقى انك معرفتش تنفذها كويس. مش انا اللي معرفتش انفذها، انت اللي ما تعرفش حماتي. ما انا قلت لك اول ما هتشوف النمر في البيت هتترعب وتجري على بيت حماك، وعمرها ما هتدخل لك بيت ولا هتفكر تعكنن عليك تاني انت ومراتك. ايه مش حصل ده؟ مش بقول لك انت على نياتك يا بندق؟ انا خلاص يا بندق احترت واحتر دليلي. بقى انا رجب الوحش مروض الاسود والنمور، مش عارف اروض حماتي. بتحصل في احسن العائلات. ايه احكي لي بقى اللي حصل. اقول لك ايه ولا ايه يا بندق؟ تصور طول النهار قاعده تلاعب النمر وتاكله وواخداه في حجرها وهو مستكين ولا القطه صيام. يا خبر للدرجه دي؟ بصراحه يا رجب انا شفت حموات فاتنات كتير وقليل ما عداش عليا الصنف ده ابدا. وتعرف طلبت مني ايه تاني؟ ايه؟ قال ايه عاوزاني اجيب لها كمان اسد وقرد يسلوا النمر في وحدته. عجبت لك يا زمن.
شهيرة ايوه يا رجب. شهيرة، انا هنا في المطبخ. امال النمر فين؟ ماما خدته وراحت تفسحه في الجنينه اللي جنبنا. يا ناس يا عالم، في كده؟ مالك يا رجوبي؟ امك تاخد النمر وتنزل به الجنينه ازاي؟ ما هي ربطها في سلسله يا رجب. يا مثبت العقل والدين، ثبت لي عقلي يا رب. قول لي حضرتك. نعم. ما شفتش واحدة ست كبيرة ومعاها نمر مربوط في سلسلة؟ نعم يا اخويا، واحدة ست ومعاها نمر هنا في الجنينة. ايوه هنا في الجنينة. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تبطلوا الهباب اللي بتشربوه ده. النمر قال. صدقني يا حضرة انا بتكلم جد. يا جدع ابعد عني، ابعد عني، انا مش ناقصك. انا هلاقيها منك ولا من حماتي؟ اهلا، وانت منهم؟ طبعا اذنك بقى. النمر قال. ما نمر الا بني ادم. قول لي يا شويش. نعم. ابنك تايه منك في الجنينة؟ لا، نمر. ايه بتقول ايه يا جدع انت؟ نمر يا شويش، حماتي خدته ونزلت تفسحه. ايه بس ما تتخضش كده، ده مربوط في السلسلة. هما بيطلعوا امتى دول يا اخويا؟ هي نزلت بيه من ساعتين تقريبا. قول لي، انت عارف بيتكم يا اخ؟ طبعا عارف. طب انا انصحك تروح بيتكم، تاخد لك اسبرينه وتربط راسك بمنديل وتنام. يمكن ربنا يصرف عنك. واذا شفتك في الجنينه تاني هعاملك ميري، فاهم؟ فاهم يا شويش، منها لله اللي كانت السبب. زعلانة من يومي. ايوه الله الله الله. انت كنت فين بقى يا ست ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ ده رجب نزل يدور عليكي في الجنينه. يدور عليا ليه؟ خايف على النمر. نمر؟ ويخاف عليه ليه؟ هو انا حاكله ولا حاكله؟ امال النمر فين يا ماما؟ سلامة عينيك يا روح ماما. ما هو اهو. فين؟ الله، ما تبصي كويس يا بنتي. ابص فين يا ماما؟ انا مش شايفاه. طب بصي كده على ايديا، بصي في ايدي ايه، وبصي في رجليا. يا خبر يا ماما، هو ده النمر؟ ايه رايك بقى؟ مش هجنن يا شهيره؟ تجنني بس، استر يا رب. اسكتي، الفرو بتاعه يا دوب كفى الشنطه والجزمه، فاضت حته صغيره قوي عملت منها ورده هحطها في شعري. يغضي عليا، يغضي عليا. شهيرة، انت جيتي حماتي؟ فين النمر؟ إيه؟ النمر يا رجب. ايوه النمر يا شهيرة، ما تتكلمي. النمر فين يا حماتي؟ الله، ما تبصي كويس يا رجب. ايه ده؟ شنطة وجزمة يا اسم حماتي؟ الله عليك، وفاضت حته صغيره عملتها ورده لكن هحطها في شعري. شهيرة، رجب، انا ما عادليش عيشة في البيت ده بعد النهارده يا شهيرة. امال هتعيش فين يا رجب؟ في قفص الاسود يا شهيرة. كنتم مع أنا وحماتي والأسد. صور الشخصيات: محمد رضا، أمال شريف، تحية حافظ، محمود السيد، محمد الحسيني، همام عبد المطلب، إيمان حمدي، جمال زغلول، عادل خلف، محمد حبيب، هبة رشدي، نهى محمد عبد الوهاب. التسجيل والمونتاج: عادل أبو العلا، أحمد حامد. أنا وحماتي والأسد كتبها مجدي الجلاد، أخرجها إسماعيل عبد الفتاح.